أهلا وسهلا فيكم في قناتي. اليوم جبت لكم وصفتين طيبات وسهلات. رح نعمل مع بعض باستا بالبروكولي مع صوص كريمي لذيذ، ونحضر مع بعض بطاطا بالثوم والحامض والكزبرة. الوصفات سريعة وما بتاخد وقت، بس الطعم خيال. يلا نبلش. اليوم حبيت أعمل معكم معكرونة مع البروكولي وكريمة الطبخ. أنا هون سلقت المعكرونة أول شي، بعدين آخر 3 دقايق تقريبا ضفت البروكولي مشان هيك ينسلق كمان معهم، وبتصفوا المي وبتاخدوا ربع أو نص كوب من مية المعكرونة، مشان هلأ مع الوصفة بتشوفوها بدنا نحطها وهيك. هلأ بننزل معلقة كبيرة تقريبا زبدة ومعلقة كبيرة زيت زيتون. أنا هون مقطعة بصل كبيرة تقريبا ناعم وسنين توم، وهلأ بدي أضيفهم على الزبدة والزيت الزيتون. وهلا هيك بس اخذ البصل لون، بنضيف تقريبا كاسة كريمة طبخ، ونص معلقة ملح ونص معلقة فلفل اسود. وفي فيكم تضيفوا كمان جوزة الطيب اختياري، بس انا بحب بس ضيف ملح وفلفل اسود. وكمان ربع كاسة مية سلق المعكرونة، تقريبا هيك ربع كاسة. هلا بنضيف المعكرونة والبروكولي اللي سلقناه على الصوص. هلا هيك بعد ما حركناه منيح مع الصوص بنضيف جبنة. فيكم تضيفوا جبنة بارميزان، وفيكم أنا رح ضيف موزاريلا تقريبا نص كوب. أنا رح ضيف من هاي النوعية. رح نحركهم هلا مع بعض. وهيك خلصنا من البروكولي والباستا، أكيد طيبة وسريعة. وهلا بننتقل للطبخة الثانية اللي بتعطي طعم رهيب، هي البطاطا المقلية بالكزبرة والثوم والحامض. تابعوني لآخر الفيديو لتعرفوا الوصفة خطوة بخطوة. هلا رح نسوي مع بعض بطاطا بالكزبرة والثوم. تقريبا رح نحتاج معلقتين كبار زيت زيتون، وسنين من الثوم. انا رح ابرشه هيك. ورح نقلبه هيك لحتى هيك تطلع ريحة الثوم وتفوح. وهيك تقريبا بعد ما هيك طلعت ريحة الثوم بنضيف عليهم البطاطا اللي قليناهم. انا تقريبا حطيت بطاطتين تقريبا، ونحركهم مع الثومات. هلا هي الوصفة الأساسية بتحطوا كزبرة خضرة، بس نحن مو من محبين الكزبرة الخضرة، فرح حط كزبرة بهارات يعني. وتقريبا نص معلقة فلفلة حلوة، ما كتير، ونص معلقة كمون،
والملح حسب الرغبة. ونخربطهم مع بعض هيك. أنا عندي هون عصرة ليمونة كاملة بنضيفها ونخربطهم مع بعض. ريحة الليمون مع الثوم كتير طيبة. وبس هيك نتركهم شوي لحتى يتجانسوا مع بعض. شوفوا شكل البطاطا المقلية مع الكزبرة والثوم الحامض، طبعا المذاق لا يعلى عليه، وهي سريعة وسهلة التحضير. وهيك صار عنا أطيب وجبتين سهلين وسريعين ونكهتهم بتجنن. جربوهن واكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. شوفكم بالفيديو الجاي. سلام.